إذا كما تلاحظون هذه فضلات الطيور متساقطة هنا، وذلك بعد مرور بضعة أيام عن تركي للمحل. طبعا هذه الفضلات المتساقطة تساقطت من السقف، لأن هناك فتحات متواجدة بالسقف تسمح للطيور بالدخول وبناء أعشاشها هناك. الدوائر البيضاء التي تشاهدون هي عبارة عن فتحات يدخل منها الضوء، وهي التي تعد منفذا للطيور التي وجدت أن هذا المحل مناسب لها وليس لغيرها. هذه هي الفتحات التي يدخل منها الطيور والعصافير. هنا زاوية هنا خارج. إذا يبدو أن المنافذ سهلة جدا وهي كبيرة الحجم بالنسبة للعصافير والطيور. وقد أخبرني سكان القرية بأنهم عند علمهم بمجيء الاستقرار هنا قاموا بإخراج كثير من الأعشاش الموجودة داخل ما يسمى بسكن المعلم. إذن هذا سقف إحدى الغرفتين الموجودتين بهذا السكن، وتلاحظون فتحات يعني مما يجعل التهوية متوفرة بحد كبير جدا. يعني مشكلة التهوية غير مطروحة على الإطلاق، سواء كانت النوافذ مفتوحة أو مغلقة. سوف ألمس السقف بعصا لكي يكون واضحا مدى هشاشة هذا السقف. إذن تلاحظون هنا في هذا المحل يسكن من يتخرج على يديه الملك والوزير والأمير وفلان وفلان. هذا هو المحل الذي يستحق أن يكون سكناه الرسمية. هناك بقايا أعشاش يعني في هذا المكان، بعض القش هنا. هذه بقايا أعشاش عندما كان السكان ينظفون المكان بعد علمهم بقدومي، ولكن بقيت بعض الآثار. أيضا هناك أطراف أكياس بلاستيكية لسد النوافذ أو منافذ التيار الهوائي الذي يجعل المحل باردا جدا في الليل. من هذه قطع من أكياس بلاستيكية هنا. إذن لا غرابة في أن يشترك الطيور والحشرات والأوباش مع السيد المعلم في هذا المحل ما دام بهذه الأوصاف. في نفس الغرفة دائما هذا عش أحد الضبابير، طبعا السكينة، ولن أخالفه الرأي في المكان الأنسب له لإقامة عشه. الذي هو سكن المعلم. هذا سقف الغرفة الأخرى. هناك غرفتان في هذا المحل، لأن نفس الشيء أيضا، تهوية ممتازة جدا وسقف يعني أعتقد لو أن كان أحد المواطنين لديه بعض الدجاج وأراد أن يسكنه لرفض أن يسكنه تحت هذا السقف. هنا تلاحظون بقايا الأعشاش
وهو في الحقيقة هذه الأعشاش لا زالت سارية المفعول. فعندما أكون نائما مثلا أحس بتقلبها عندما تتقلب، أو عند قيامها في الصباح الباكر، منبه طبيعي وبالمجان. المعلم بطبيعة الحال يستحق كل هذا. بالنسبة للجدار تلاحظون على أنه مصبوغ بصباغة بيضاء، وطبعا هذا من كرم سكان هذه القرية، حيث أنهم رفضوا أن يأتي المعلم الذي سوف يدرس أولادهم ويجد على أن الجدران متسخة، فقرروا بأن يصبغوها ويستروا ما أمكن سترها. هذا جدار الغرفة الأخرى.